النجاح هدفنا كلنا في الحياة من واحنا صغيرين اننا ننجح في امتحان، في مسابقة وغيره. لما بنكبر مفهومنا عن النجاح بيوسع. فيا ترى النجاح هو ايه؟ ومين هو الشخص الناجح؟ وعشان نقدر نجاوب على السؤال ده في 3 حاجات محتاجين نعرف معناهم ايه. اول حاجة التوفيق، تاني حاجة النجاح، تالت حاجة الفلاح. التوفيق العلماء عرفوه بانه مطابقة فعل الانسان للقدر، او هو خلق القدرة المسببة للخير والطاعة. والتوفيق ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة بس بشكل حاسم ومنتهى الوضوح، بيلخص كل سعينا ومجهودنا وأمانينا ونتائجنا في قانون واحد بس، وهو في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. صدق الله العظيم، سورة هود. ومن هنا العلماء أجمعوا على أن التوفيق معناه هو ألا يتركك الله سبحانه وتعالى تتكل على نفسك وبس. باختصار ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا للخير بصدق توكلنا عليه. وإزاي بقى نفعل باب التوفيق؟ بعكس 6 حاجات هنقول عنهم دلوقتي: انشغالنا بالنعمة عن شكرها، رغبتنا في العلم وترك العمل، الإقبال على الذنب وتأخير التوبة، وكمان الاعتزاز بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بأفعالهم، اتباع الأهواء، وآخر حاجة الغفلة عن الآخرة واستبعاد الموت وعدم الاستعداد ليه.